أهلا بكم. قال التنسيق الوطني للأساتذة عشية يوم الثلاثاء إن وزارة التربية الوطنية تنتقم من نساء ورجال التعليم بعدما نجح الأساتذة في خوض حراك احتجاجي استثنائي ضد مخططات الوزارة. وأضاف أعضاء التنسيق الوطني في ندوة صحفية بالرباط تضامنا مع الأساتذة الذين تم توقيفهم مؤخرا أن توقيف الأجور لم يشمل الأساتذة فقط، بل وصل إلى تجميد التعويضات العائلية عن الأبناء. ورفض التنسيقية بشدة المجالس التأديبية التي تنوي الوزارة القيام بها، مطالبين بضرورة عودة جميع نساء ورجال التعليم إلى مناصبهم. وأشاد التنسيق الوطني بالتضامن الكبير والغير المسبوق لنساء ورجال التعليم في مختلف مدن المملكة من خلال توفير الأجور للأساتذة الموقوفين حتى يتمكنوا في تسديد متطلبات حياتهم. ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم قرر استئناف أشكال الاحتجاجية من جديد بعدما يقارب شهرا من الهدنة وإبداء لحسن النية في سبيل حل أزمة النظام الأساسي، وذلك مباشرة بعد عرض رئيس الحكومة أمام أعضاء البرلمان من خلال طرق باب كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوصل، إلى جانب وقفات الشموع التضامنية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات.